السلام عليكم. فضلا ليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. يدخل نادي الاتحاد والأهلي قطبي جدة في منافسة قوية على ضم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. أفاد الإعلامي رودي جاليت عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي بأن الاتحاد والأهلي يتنافسان بقوة على ضم مودريتش، حيث تم التواصل بالفعل مع محيط اللاعب. وأشار جاليت إلى أن عقد مودريتش سينتهي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، ولكن كلا الناديين يتطلعان للتعاقد مع اللاعب الكرواتي في فترة السوق الشتوية. وكان نادي أهلي جدة قد دخل في مفاوضات قوية مع مودريتش خلال ميركاتو الصيف الماضي، ولكن النجم الكرواتي رفض العروض المغرية المقدمة له، مفضلا الاستمرار مع ريال مدريد. وتغير موقف مودريتش من البقاء في ريال مدريد بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم في ظل وجود إدواردو كامافينجا وتشواميني وبيلينجهام. وتشير تقارير إعلامية إلى أن مودريتش بات منفتحا للانتقال إلى الدوري السعودي على خط زميله السابق كريستيانو رونالدو الذي يلعب لصفوف النصر، وأيضا مزيد من نجوم كرة القدم في أوروبا الذين انضموا للمسابقة خلال صيف 2023.